ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. عاملين ايه؟ وحشتوني. تعالوا شوفوا بقى نعمل فيديو النهارده ايه بقى. جايبه البطاطسين دول كيلو ونص ب 10 جنيه، ومحتاره اعمل فيهم ايه كده وهم على التخان على اللهم صل على النبي على السليم. قلت اعملهم كده في الحله كده، افتحهم ترنشات واحطهم كده من غير ميه من غير اي حاجه. اما هم عندي الصراحه بقالهم اسبوع. بس قبل ما اعمل البطاطا انا عايزه اقول لكم حاجه. بصوا بقى الناس اللي بتبعت لي بقى الكومنتات، اللي بتكتب لي الكومنتات وكده، والله العظيم المشاهدات مش محصله دقيقه خالص. 30 ثانيه 35 ثانيه مش اكتر من كده، وانا صورتها قبل كده. وكل المشاهدات اللي عندي وكل اللي بعت لي الكومنتات بيبعتوا لي كده. انا بقول لهم اللي هيخش مش هيشاهد الفيديو بما يرضي الله، ما حدش يخش له، ما حدش يخش له، ما حدش يبعت له كومنت خالص، علشان ده كده غلط. انتوا بتضيعوا مجهودي انتوا بتضيعوا مجهودي وانا بضيع مجهودكم. ما ينفعش. انتوا هتخشوا تحطوا الكومنت من غير اللايك ومن غير مشاهدات خالص، لا ما تخشوش. انا بقول لكم كده اللي هيدخل عندي كده ما يخشش خالص، ولا يحط لي كومنت ولا يحط لي لايك ولا يكتب لي اي حاجه خالص. يوفر وقت وانا هوفر وقت. وكل اللي داخلين لي كده، يعني اخر فيديو ده اللي منزله ده بتاع اللهم صل على النبي، اخر 3 4 فيديوهات على فكره، مش اخر فيديو بس، اخر 3 4 فيديوهات اللي منزلاهم دول ما فيش مشاهدات خالص خالص خالص. مشاهدات 30 ثانيه 25 ثانيه 35 ثانيه، ما بتوقع الفيديو بتوقع القناه. ما ينفعش كده. وانا مش هينفع اخش ما يبقاش عندي ضمير واكتب الكومنت من الاخرى واخرج. لا، يبقى من الباب كده ما حدش يخش وما حدش يكتب لي كومنت وما حدش يقول لي حاجه ادام اللهم صل على النبي ما فيش مشاهدات، يبقى ملوش لازمه. هرمي ده بس الاول اليوم النهارده، علشان بجد بجد انا زعلانه. لو هتخشوا بقى، وعلى فكره اللي بيخش المشاهدات بتبان واللايكات بتبان وكل حاجه بتبان، وانا ببقى اللهم صل على النبي قاعده على التليفون وشايفه يعني انا قلت لكم قبل كده اني ما بمسكش التليفون الا ما بفضى بمسك التليفون، ما بفضاش ما بمسكش خالص. مش اكتب الكومنت واجري وكله كده، وكل المشاهدات كده، كل المشاهدات 30 ثانيه و35 ثانيه، ما ينفعش. بالله عليكم ما حدش يرمي كومنت ويجري، علشان كده بيبان في الاستوديو وانتوا عارفين، كل واحد عنده قناه وعارفين. هتكتبوا الكومنت بالمشاهده اهلا وسهلا، هتكتبوا الكومنت كده وتخرجوا ومحدش يخش عندي، ماشي. وده كان الفيديو، يعني الكلام اللي انا قلته ده اللي كان عندي النهارده. تعالوا بقى شوفوا هنعمل البطاطسين الكبار دول ازاي. بصوا كده بقى، قطعته، شلت اللي بيبقى فيها كده الحته دي والحته اللي ورا، وبيبقى فيها حاجات كده زي الشعر كده واقفه، نضفتها. اقطعها كده بقى مكعبات، لا تخينه قوي ولا رقيقه قوي. بصوا كده اهي، لا تخينه قوي ولا رقيقه قوي، عشان تستحمل السوى وكده وتبقى طريه اهي. ما قشرتهاش، سبتها بقشرتها بس. انا كنت اللهم صل على النبي غسله البطاطا دي، يعني غسلها من الطينه بتاعتها. انتوا عارفين ان هي بيبقى فيها طينه وطينه كتير كمان اهي. غسلاها كده وشلت حاجات الشعر والبوز من هنا والبوز من هنا كده، واقطعها كده ترنشات حلوه كده، زي ما قلت لكم، لا كبيره قوي ولا صغيره قوي، زي ترنشات البطاطس كده اهي، عشان هي تقيله شويه. كده عشان بس هي كبيره شويه. قطعتها كلها اهي على كده ما شاء الله عليها. ثم البطاطس، بصوا الخيط اللي بيبقى زي ده كده، اللي بيبقى واقف ده بشيله اهو كده، وقطعتها كده زي ما انتم شايفينها كده. وما قشرتش الشعر عشان هي قشرها لما بتستوي بيتشال رقيق كده وبيتشال بسهوله. هجيب بقى اللهم صل على النبي الحله كده، وانزل عليها كده، ارصها في الحله، ارصها رصه حلوه كده. مش هحطها كلها فوق بعضها كده من غير رص، لا، ارصها كده اهي. بس بقى حلوه كده. اللي وصل معايا لغايه هنا يحط لي لايك واشتراك وكومنت حلو كده.
والمشاهده بقى، مش هوصيكوا بقى على المشاهدات والكومنتات برضه، الكومنتات ضايعه والمشاهدات ضايعه، كل حاجه ضايعه على القناه والله. اهي خلاص كده. اخد بقى الحله دي بقى واخش المطبخ صعب اشوف هنعمل فيها ايه. قطعتها في الحله زي ما وريتكم كده. هجيب برطمان العسل وانزل عليها، بس يعتبر معلقه او معلقتين بالكثير عسل كده زي ما انتم شايفين كده. مش هحط لها اي حاجه تاني. هولع البوتاجاز بقى واخلي البوتاجاز ايه، بصوا حاجه كده سهريه، ومش هحط ميه ولا احط اي حاجه، هغطيها واحطها كده على البوتاجاز سهريه. انتوا عارفين ان البطاطا بتنزل اللهم صل على النبي، بتنزل الميه بتاعتها، ما بتشربش ميه، بتبك ميه كتير قوي كمان. اهي وبقى البوتاجاز حاجه بسيطه خالص كده، واحطها عليها واغطي الحله. بصوا بقى البطاطا ما شاء الله عليها بقى عامله ازاي. بصوا كده، ولا فيها ولا بقعه ميه، وما حطيتلاش ولا بقعه ميه، هي بكت ميتها وشربتها كده وكرملت مع بعضها كده، ولا حطيت لها اي حاجه. بصوا كده كرمشت بقى من النشوفيه وحلوت ازاي اهي. اغرفها بقى كده. معلقه العسل اللي انا حطيتها لها سحت عليها كلها، كرملت ورجعت عليها تاني. بس بقى سخنه كده بالراحه بقى وانت بتشيليها كده اهي، سخنه قوي كمان عشان ايه ما تلسعش كده. طلعها اهي زي ما انتم شايفينها. اهي بصوا كده العسل بقى سايح، بصوا كرملت من تحت كده وبقت ما شاء الله عليها اهي. اما تجيبي بطاطا كبيره، وادي قشرها بتشال اهو. اما تجيبي بطاطا كبيره وعلشان السوا وكده ما بتبقاش حلوه في الشوي، وبتاخد شوي كتير، بعملها بالطريقه دي كده. ما شاء الله عليها عامله ازاي اهو. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده. لو وصل معايا لغايه هنا يحط لي لايك واشتراك وكومنت حلو كده. اتفضلوا كلوا بطاطا معانا، واشوف وشكم على خير. ومع